شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في هذه المواجهة العربية المنتظرة، والتي يحمل من خلالها المنتخب المغربي الآمال العربية من أجل التأهل والوصول إلى الدور القادم ومتابعة المشوار العربي في هذه البطولة الاستثنائية، عندما يلعب ضد المنتخب الكندي وأمامه العديد من الحسابات للتأهل إلى الدور القادم ومواصلة المشوار إلى المرحلة القادمة والوصول بحول الله للمرة الثانية في تاريخ المغرب إلى المرحلة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم، هذه المرة على الأراضي العربية. المغرب في مواجهة كندا اليوم يلعب بالألوان البيضاء. سبيري لاعب سامبدوريا أساسيا من خلال مباراة اليوم، باستثناء ذلك أيضا هنالك تبديل، يأتي كرة بمحاولة أولى لكن أيضا مرت يعود ياسين بونو إلى حراسة المرمى ليأخذ مكان منير المحمدي الذي قدم أداء كبيرا جدا أمام منتخب بلجيكا وكان حاضر أيضا بحول الله في هذا اللقاء. ينجح المنتخب المغربي، كرة بمحاولة ملعوبة وبعدت، عودت لا 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 لا، يحمل آمال العرب وعلى طريقة الكبار يسجل مبكرا جدا. حكيم يضع الكرة في المرمى ويعلن عن أول أهداف اللقاء للمغرب بل وللعرب كافة. المغربي يمتطي جواد التألق والإبداع، يمتطي صهوة جواد التقدم ويصل إلى الدور القادم. هذه المحاولة، هذه الكرة، هنا الخطأ عن طريق الحارس بروجان، وصلت إلى من؟ حكيمي. الله يا عيني عليك، هذا هو حكيمي وبتصرف في غاية الروعة والحكمة. صحة المنتخب المغربي الآن ثابتة من مسافة بعيدة، تسديدة تأتي، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. عبد الحميد سبيري فاجأ الكل بركلة ركنية ملعوبة وابعدت من حارس المرمى، لا زالت مستمرة وقائمة، تسديدة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى لارن واللاعب بيوكانان اللذان يلعبان في الدوري البلجيكي. كرة بمحاولة خطيرة جدا لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق اللارقة في الجهة اليمنى. حكيم زياش يتقدم ويمر، زياش يسدد لكن علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذا حكيم، شوف يا مرحبا بالاثنين، كرة عن طريق زياش إلى داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية تأتي من فيتوريا، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. المونديال وتظهر بشكل رائع هنا في هذا اللقاء، توصل بلجيكا ومشات أرى كندا، بلجيكا أرى كندا، خلصنا من البلجيك والآن على كندا. يوسف الصيري ينصر دينك يا يوسف، أو من سجل نعم، انصيري. هنا يأتي من خلال أحداث هذا اللقاء ويسجل الهدف الثاني ليعلن عن ثاني الأهداف وليعلن عن تعزيز الانتصار وليعلن عن الفرحة. هذه الكرة الله ولعت ليوسف، مشات ليوسف،
محاولة بخطرة خطرة 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 لا 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 ضاعت فرصة الهدف الثالث من أمام بوفال، من أمام سفيان بوفال. هذه اللقطة، هذه المحاولة، هنا الاستلام والتسديدة بعد ذلك من سفيان، ثم القط. كرة تعود في الجهة اليسرى الآن، محاولة عرضية ملعوبة خطيرة. تغير اتجاه الكرة فخدعت ياسين بونو، خدعت ياسين بونو ودخلت إلى الشباك، دخلت إلى الشباك. يجب أن لا نتراجع، يجب أن لا نتخاذل، يجب أن لا نؤمن لنتيجة المباراة. شوف هذه أخطاء واردة في عالم كرة القدم. ونايف أجير، نايف أجير اصطدمت فيه الكرة. ياسين بونو هدف للمنتخب المغربي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن تغطية عودته هي مغربية، هي مغربية، هو من يقرر إذا ما كان الهدف صحيحا أو يلغى. عموما صافرة نهاية الأحداث بتقدم المنتخب المغربي. شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. نبدأ شوط المباراة الثاني مشاهدينا الكرام دائما بنفس الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول. كرة بمحاولة عن طريق حكيم زياش عرضية، لكن في أحضان حارس المرمى ميلان بروجا. كرة موجودة وخطأ، محاولة لمنتخب كندا داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع ومن أمام مهاجم كلوب بروج لارن إلى استمرارية اللعب، تصل في الجهة اليمنى عرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة من ألفونسو ديفيز، خطيرة من ألفونسو ديفيز، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الكرة بعد ذلك إلى أن تكون حاضرة بركلة مرمى، ركلة مرمى. السود في أرضية الملعب، كرة تصل إلى حاكم زياش، محاولة لا زالت مستمرة وقائمة، صافرة موجودة، لا 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 لا. رافائيل كلاوس يعلن عن استمرارية اللعب، يعلن عن استمرارية من هوتشنسون وبقية الأسماء بهذه الكرة والمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا أكيد هذا رومي سايس من يبعد الكرة إلى خارج انتصار للمنتخب المغربي، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة جدا، لا زالت مستمرة وقائمة. هوتشنسون وقبل ذلك العارضة. اهدى لو تجاوزت لوصلت الإشارة مباشرة لحكم المباراة، لأن الكرة فيها شريحة 100%. الكرة لم تتجاوز خط المرمى 100%، الكرة لم تتجاوز خط المرمى، وبالتالي ضربت على خط المرمى. كيمي واصل بنفس المستوى، واقف وجد عن مرماك ياسين بونو، وكرة يتدخل فيها سفيان في التوقيت المناسب، مرابط يبعد في الدقائق القادمة، وأن تنتهي المباراة بهذا الانتصار المسجل للمنتخب المغربي. بيوكنان في الجهة اليسرى، محاولة ملعوبة لكن أيضا فعلت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس ياسين بونو. لا وجود في هذا التسلل، خطيرة لمصلحة المنتخب المغربي من أجل الثالث. العب في اليسار. هذه المرتدة المغربية جميلة جدا، الكرة والمحاولة والمرتدة المغربية وخطيرة جدا باتجاه المرمى، كان ممكن أن تنهي الأمور. عبد الرزاق حمد الله كان ممكن صدارة بهذه النتيجة وبالنتيجة الأخرى المقامة للمباراة التي تلعب في نفس التوقيت. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، سلامات لنصير مزراوي، وبعدت المحاولة والكرة بعد ذلك إلى ركلة ركنية. هذه الكرة
اللي تدخل فيها نصير سقط في ارضيه الملعب، وحكم وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابوك امي وان ملأ المشيب عوارضي، امي وان ملأ المشيب عوارضي ساظل طفلا عندها اتتي في هذه المواجهه وبانتظار الصداره بحول الله. قابل بروجان مرة أخرى الكرة الآن في المرمى لا 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 الفونسو ديفيز الان عبد الرزاق حمد الله مر عبد الرزاق الله 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 خلاص للتاريخ المغرب في صدارة المجموعة إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة بطلا للمجموعة السادسة.